بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزاويز، عاملين ايه؟ امبارح بالليل على الساعة 10 كده 10 شوية في شنطتين جالنا الفاكهة دي، موز والتفاح والاستفندي. احنا كان في استفندي. النهارده كنا في مترو، جبنا شوية حاجات بسيطة كده. مترو اللي هو عند جنينة الحيوانات، شارع مراد. جبنا كيس رز ب 18 جنيه، اوريجان. وجبنا جبنا الفرخة دي الوطنية دي قطعت 132 جنيه، يعني حدود 135 جنيه. احنا بقى عشان البرد المناديل مش ملاحقين عليها بصراحة، والله العظيم 3 علب مناديل قبل كده، وجبنا واحدة تانية اهي النهاردة برضو من هناك. ودوت ده شاور للإيد. احنا عندنا برضو الصابون، بس برضو دوت بيبقى ليه ريحة حلوة. ده بالياسمين يا مش عارفة ظهرت ايه، ظهرت الياسمين. جبنا انا العيش كنت بروح اجيبه من كارفور، بس الاكبر من كده. انا بحب العيش ده جدا، اللي هو الطويل اللي هو الطويل يبقى طول بس انا كنت بجيب الاكبر من كده، انا بصراحه بعشقه. فما لقيتوش هناك، لقيت بقى اللي هو جبت 2 منه. فاللي بيروح كارفور عارف العيش اللي هو الكبير بس من غير، فيه بالسمسم وفيه من غير سمسم. انا بحب بقى العيش التاني ده اطرى شويه، التاني ناشف، بس بصراحه بقى تحفه في السندوتشات، فانا بحبه عشان كده جبت منه. جبنا علبتين بيتزا ولا فين مع بعضهم كده. وجبت الدنش انا بعشقه بصراحه، انا بحب اكله مع الشاي، ولما باكله انا بحب بصراحه اكله بالشوكه والسكينه، ما باكلوش كده. يعني كل واحد بقى ليه حاجه مطرقعه كده في دماغه. زي ولادي مثلا، ولادي بياكلوا الكبده، ما بيحبوش ياكلوا الكبده والبانيه الا بالشوكه والسكينه، بس بقيت الاكل بايديهم يعني وكده. بس هو ده كده مزاج، وبرضه انا ما بحبش اكل الا الدنش ده الا بالشوكه والسكينه. بس جبنا شويه الحاجات الصغيرين دول، وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع الفرخه المعنططه دي. كومبايه هنعملها جنب الفرخه، قطعناها هي وظبطناها وبنسلقها. والخضره انا بقطع كل حاجه وبجهزها، والبصل مقطعاه عشان اضربه في الكبه مع طماطميتين. بس انا طبعا بزود صلصه وكده، ومبكترش طماطم قوي. هنقوم نغسل الخضره والحاجه ونظبطها، وبعد كده نحشي حله المحشي الجميله دي اللي هناكلها النهارده. سليق الكرنب اهوت هنقطعه، وعملنا الخلطه. وانا بسلق الكرنب يعني يجي بتسلق الكرنب، والايد التانية بخلص الخلطه بتاعت المحشي على طول اول كده، عشان ما اكسلش يعني ايه، والموضوع يبقى تقيل شويه. وعندي هنا كام قرن فلفل وبتنجانيه كانوا باقيين من يومين، قلت احشيهم بالمره معاهم. هنخلص بقى ونحطهم في الحله ونولع عليهم. خلصنا اهو، ودهنا الفرخه، حطينا شويه صلصه وشويه صوص صويا ودبس الرمان. كان عندي باقيين، انا معرفش دلوقتي بقوا بكام. وخلصنا حله المحشي اهوت، ولعنا عليها ونسيبها بقى ونخلص بعد كده نغرف. انا عايزه اقول لكم المحشي ده دبكه زيه زي الغسيل بالظبط، كانك بتغسلي وبتطبقي الغسيل وبينشف الغسيل وبتطبقيه وبتشيليه في الدولاب زيه زي الغسيل والله. هنخلص ونغرف مع بعض بتاعنا. دي الفرخه بعد ما طلعت من الفرن بسلفن الاكل، بعد ما بخلص الاكل واجي احطه بسلفنه لحد ما نيجي ناكل. وعملت هنا طبقين كشك وجي برتقانه. مش عارفه احنا انا والعيال يعني، لا هما مش بيحبوا يمصوا البرتقال، فبقطعها ليه بمصها. ودي حله المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ريحتها هجه الدنيا، انا معرفش فيه، فظيعه فظيعه فظيعه. فطبعا حله المحشي ما بتتاكلش كده بصراحه، انا ما بعرفش ناكلها لما بندلقها كلها كده في انجر او صينيه. فانا هسيبها متغطيه كده بس لحد المغرب ما يدن، لان احنا صايمين. اللهم صل على النبي. وافضيها في صينيه ونبتدي بقى نفطر. بالله انا بشوف على اللي ياكل. اتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. السلام عليكم.